يا اخوانا انا بس ساقرا لكم هيك بعض الاشياء السريعه. ادي لائحه ما بين مقدم من فوق مقدم لغايه جنرال. هذه اللي ما بديش اضيع وقتكم فيها. 7 صفحات. على لما بقول مجزره جنرالات انا بعرف ايش بقول. هاي بالاسم، كل واحد اسمه وكل واحد وظيفته في الجيش الاسرائيلي. علشان بقول هذا الكلام لانه يعني ماله دماغتنا قبل الحرب انه الجيش الذي لا يقهر، وانه هدول يعني اسرائيليين معاهم احدث الاسلحه واكبر الترسانات العسكريه. انا بقول هذا الكلام يا اخوانا لانه يجب ان نتذكر هذه الاشياء، نتذكرها مش عشان احنا بس، عشان اطفالنا، عشان اقول لهم لهؤلاء الاطفال انه هذا الجيش مش بعبع. والله في شيء واحد، اذا كان هذا الجيش بيطبع بعض الناس، بيخوف بعض الناس، بيرهب بعض الناس، فالثورة الفلسطينية لا بتخاف ولا بتترعب ولا بتتضبع، بتخوف وبترعب وبتطبع. المعجزة لم تكن كلمة، المعجزة كانت بهذا الطبيب اللي كان تحت الأرض. عملنا 37 مستشفى تحت الأرض، حفرنا 17 بير مية وإحنا عشان نشرب المية. أنا بدي أتذكر أخي علي اللي اخترق الحصار وإجالي، بدي أتذكر هؤلاء الأبطال من القوى المصرية، من نادية ومجموعتها لفتحية ومجموعتها اللي اخترقوا الحصار عشان يعيشوا معانا. شيء آخر بس ما بديش أضيع وقتكم كتير، قال إنه أعلنا احتلال القلعة ولكننا لم نجد فيها جريحا واحدا، فجميعهم استشهدوا. أنا أمام هذا البطل اللي أرسل لي البرقية باسم إخوانه، أمام السبعة اللي كانوا بيدافعوا عن القلعة هذه يا إخواننا، لعلمكم لا جيش ضخم، 37 قاتل، 37 بطل من أبطال أمتنا العربية. فعلا ما مروش إلا على جثثهم 37 بطل. بيتكلموا الإسرائيليين عن المسادة، 37 بطل عملوا مسادة في قلعة الشقيف، 37 بطل جميعهم شهداء من القوات المشتركة. هذا هو الشيء اللي احنا بنفخر فيه. على مزبلة بيروت، مزبلة بيروت تعرفوها مزبلة بيروت؟ واحنا داخلين على من طريق المطار، من داخلين الخلدة، في جنب المطار مزبلة اسمها مزبلة بيروت. على مزبلة بيروت 162 شهيد من القوات المشتركة يا اخواننا، منهم 18 ضابط، حتى نعرف كيف كان القتال شرسا، كيف كان القتال شرس. من سنتيمتر القتال، مش متر، كل سنتي كان في قتال.